ياه، شكرا بجد يا اجدادنا. اولا انا ما رضيتش ادخل على اجدادي وانا لابسه اسود السي اي الخاص بالبرنامج، فقلت لا هلبس اورنج في ابيض. الاورنج بيوحي بالنسبه لهم ايه؟ اللون الاورنج الدفء والحب والحنان، غروب الشمس، فهم بيعتزوا باللون الاورنج. الابيض الطهر والنقاوه. المصريين القدماء كانوا بيحبوا اكتر لون هو اللون الابيض من الكتان. هيروديت لقى رسمه كانت موجوده على جدران، فقال وجدت النظافه عند المصريين القدماء. من خلال ايه؟ لما لقى امراه تعبانه عندها مرض الجدري وواقفه الطبيبه بتحميها وماسكين لها ورده. وغير كده كان بيقولوا ان المصريين القدماء كانوا عكس العالم، كانوا ياكلون بالخارج ويقضون حاجتهم بالداخل. المصريين القدماء قبل الاسره الاولى كانوا عندهم صرف صحي، يدل ان المصريين القدماء كانوا انظف ناس، وكان اللون الابيض في حياتهم ناصع جدا. وكانوا يقولوا ان السيدات بتستحمى مرتين في اليوم والرجاله بيستحموا 3 مرات في اليوم، لان الرجاله كانوا بالنسبه لهم كهنه، كانوا اعظم طائفه بالنسبه للفراعنه. وعايزه اقول يا جماعه اللون الاورنج في الابيض ده اللوجو بتاع المتحف المصري الكبير. اللوجو عندنا فيه رسمه كده هتظهر، وده الهدف ان احنا ايه لازم نكون ايه مبسوطين وفرحانين واحنا داخلين على اجدادنا بالاورنج والابيض بنفس ديزاين الفرعوني بنفس قصه الفراعنه. احنا دلوقتي يوم كله فرعوني. يلا تابعونا، وعايزه اعرف ارائكم في الكومنتات، ما تنسوش وقولوا لي عايزين تستفسروا عن ايه في المتحف.